عشان كده في مصممين كتير جامدين جدا وشطار قوي، لكن عمرهم ما بيترقوا في شغلهم ان هم يبقوا تيم ليد او حتى يبقوا مديرين. وفي ديزاينرز جامدين جدا ولكن مش عارفين يشتغلوا فريلانسر لوحدهم. لو انت جرافيك ديزاينر فالفيديو ده مهم جدا ليك. لا، ما هو انا وانت يستحيل نكون مديرين. اسمع مني، انا عارف انك ديزاينر شاطر ومجتهد، صدقني انا شبهك وبركز قوي على كل حاجه وكل ارت وورك بعمله ان هو يطلع جامد، اذا كان بقى لوجو او سوشيال ميديا او بوسترز او اي حاجه. لكن انا وانت بننسى بقى حاجه مهمه جدا، ان ده في الاول وفي الاخر هو بيزنس. يعني ايه؟ يعني فلوس، مش بس فن. عشان كده الفيديو ده دعوه ليك انك تغير من العقليه بتاعتك. لو حابب تكبر من دايره انك مجرد ارتست او فنان، لازم يبقى عندك خلفيه ماركتنج وتعرف ازاي تبيع الشغل بتاعك، او خلفيه بيزنس ازاي تقدر تكبر الشغل بتاعك لو انت شغال لوحدك. ما هو لو انت فريلانسر فانت يا حبيبي شركه، فانت لازم تكبر الشركه بتاعتك دي. انت مش شغال كده والشغل هيتحدف عليك. فاهمني؟ من الاخر الديزاينر الناجح بيبقى عنده 3 نقط مهمه جدا: شغف وموهبه، والحاجتين دول انا متاكد ان انا وانت عندنا. لكن اهم نقطه وهي اداره الموهبه، ازاي تدير الموهبه دي. عشان كده دايما الجرافيك ديزاينر مش بيبقوا صناع قرار في الشركات، لان هم دايما مش بيفهموا لا بيزنس ولا ماركتنج. في كلام كتير قوي نفسي اقوله لك، ولكن الوقت الفيديو ده مش بيكفي. لو حاسس بالمشكله دي ونفسك تحلها، اكتب لي اي كومنت هنا وهبعت لك قناه اليوتيوب بتاعتي عشان تتفرج على كل الفيديوهات اللي فيها، هتساعدك شويه انك تطلع من الحته اللي انت فيها دي. وكمان هتلاقي اللينك دوت في البايو موجود عندي. سلام.